النادي الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 22-23. لا لرضا عبد العال، لا لتصرف شيكابالا، عدا هذا كل ما في هذه المباراة مشرف ومبهج ومسعد. اللي فطحانه في المنطقه والمحطات الفضائيه. جمهور الاهلي من العامه، جمهور الزمالك من الصفوه. ولكن للأسف هناك إبهار من نوع آخر سلبي كان، يعني كم هو مؤسف أن تنتهي البطولة بأعمال تخريب. دي كانت خناقه عاديه. خناقه عاديه يا راجل. ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. والله. بص فضحتك بقت بجلاجل. والله. كما شاهدنا نشر مقاطع، يعني نشرت العديد من مقاطع الفيديو عن تحطيم لمقاعد المدرجات. يا دي الفضيحة أم جنادل، يا دي الدلسة أم حناجل. قرأت حتى تغريدات سيد محسن تقول كارثة ما حصل، تكسير الكراسي ما راح يعطيك المباراة ولا راح يعطيك البطولة. فيعني شوفوا لهم حل، اعملوا لهم سندوتشات حلاوة بالقشطة. ما ردك على هذا الموقف الذي يؤثر سلبا لا شك على صورة وثقافة الجماهير كرويا وحضاريا حتى؟ انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. وانا من هذا المزنق احب اوجه كلام للسيد المسؤول رئيس لجنة حقوق الانسان، ان لازم قدامكم يكون حل من اتنين تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، يا رب والنبي يا رب، يا رب قدرنا صوم السنة دي زي كل السنين اللي فاتت يا رب والنبي. ما تقوم يابا، مش عارف ادعي. لو سمحتوا ما تنسونيش باللايك والشير، ونضيف عليها المرة دي الدعوات في الأيام المباركة دي. هل ممكن شيكابالا يتنازل عن الشارة لعبد الله السعيد في هذه المباراة كنوع من لا 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 كمان الحافز عنده كبير جدا ككابتن ويحصل على كاس مصر. والجمهور ده نفسه يشوفك وانت بترفع الكاس. هو مين دول اللي يرفع الكاس؟ ده مش عارف يقلع اللباس، دول اللي يرفع الكاس. لباس. انت دلوقتي في حاجه في نادي الزمالك مش موجوده عند ناس كتير، في فرق فيها نجوم بس ما فيش فريق عنده اساطير دلوقتي في مصر. في فرق عندها نجوم ولاعيبه جامده جدا بس ما فيش فريق عنده اساطير، لكن الزمالك فيه اساطير. ايوه، اتفرج على الاسطوره يعمل ايه؟ اسطوره؟ ايوه انا اسطوره. انت بتتكلم على شيكابالا اسطوره. اتفرج على شغل المحترفين يا قوي. محترفه. اوه، نبراوي بيعمل التبديل الاخير بالحجم العائلي ده، هينزل يعمل ايه؟ هل يا ترى تبديل وتعديل من اجل التكريم ولا من اجل التهريج؟ الله اعلم. اسطوره اسطوره. وادي قفشه، وادي امام قطع من ورا الزبون وحطها روعه روعه روعه. مين اللي بعتك يا؟ سيب البادي بتاعي يا وش قدامك اضرب. لا امسك البادي احسن. مين اللي بعتك يا؟ مش هقدر الوم الجمهور اذا كان بعض اللعيبه بيعملوا كده، اذا كان بعض اللعيبه تماما، مش بس اللعيبه، ده كمان لذلك رح اسالك اكيد نادي كبير جدا عن رد الفعل مش الذي قام به لاعب الزمالك، يعني طالما الامر ربطته مع بعضه. الواد يا اخويا من عندنا من البلد ده، في البلد دي يا اخويا ولا فين دي؟ ايه دي؟ حاجه غريبه خالص يا واد، ما ينفعش كده يا واد، ده الكلام ده في البلد مش في بلاد الناس، ده احنا في بلاد الناس يا ابني. مفيش، هو عامل له ايه؟ هم كده وداخل ولا لوش دعوه باي حاجه، كانه صارح الغيط. ادي القصه. جاتكم القرف مليتوا البلد. فشيكابالا بعد المواجهه قام باشاره استفزت جماهير الاهلي. اولا، كيف سيعاقب شيكابالا على هذه الاساءه بحسب اللوائح؟ الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ يحيى العدل، يحيى العدل، انا بريء، يحيى بريء. لكن ما فعله شيكابالا للمرة العاشرة من إشارات لا تليق لا بالمستضيف ولا بالضيف، لا تليق في السعودية ولا تليق بالأهلي. من الغباوه، من الجاهليه، من اللاوعي،
وانه انسان لا يقدر الاهلي. ايه ده؟ انت بتتكلم على الاهلي، بتتكلم على لانه الاهلي نادي كبير، قوه ضاربه في مصر وفي افريقيا. شيكابالا في ماتش الكاس كان لازم يخرج واحده من الشيكابولات بتاعته. البت دي مؤدبه جدا جدا جدا، معروفه ابا عن جدا جدا جدا. انا عارف انها مش فاضيه وبترجع متاخره، شغاله ومش بتلاحق، ما بقتش صغيره. اللعيب اللي ادرك ان حياته الكرويه انتهت وبدا يدخل في مرحله الموت الاكلينيكي. عايزين ندفنه احسن. حد قال له يشجع نادي الزمالك؟ انا اهلاوي. تدفنوا ليه يا عم؟ هو كان عمل لكم ايه ولا ضايقكم في ايه؟ سيبك منهم، انا لا بشجع ده ولا بشجع ده، انا بشجع الجثه الحلوه. فكان لازم يعمل واحده شيكابولايه من اللي بتعجب جمهوره علشان يستمر في الملاعب وجمهوره يفضل يحميه. ما القرد في عين امه غزال. ما هي قالتش كده برضه. حبيبي 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 حبيبي. انه يقول فلوس وحكام وساعات، هذا اسلوب رديء. وننتظر اتحاد الكرة. مام تعالي خديني يا مام، تعالي خديني يا مام، انا بعيط يا مام، بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي. لنا زميل اعلامي بيقول انا سالت شيكابالا، قلت له انت عملت كده، هي جماهير الاهلي شتمتك استفزتك بحاجه؟ قال له لا. عليك تربيه وسخه، واطي واطي. طب عملت كده ليه يا شيكابالا؟ ما هو الهدف؟ بموت في الشتيمة، بموت في الشتيمة. فما الذي دفعك أن تفعل هذا؟ ليه يا شيكابالا مصر إنك تستفز الجماهير؟ علاقة عكسية، مخه بيصغر وسنه بيكبر، جاله فشاخ وكورديوني. الزمالك راح الإمارات وراح السعودية وعرف حجمه وعرف شعبيته، واكتشفوا الوهم اللي كانوا عايشين فيه سنين. بكرة يقولوا لنا احنا شعبيتنا أكتر بس في الكواكب التانية. انت ولا حاجة ولا حاجة، انت ولا حاجة ولا حاجة. نادي الزمالك لا كورة ولا بطولات ولا أخلاق، هتجيب شعبيتك منين؟ جول عاد ما تشوجناش، جول ما خبرش. ها؟ أي واحد عاقل في أي مكان في أي دولة صغير كبير بفطرته هيعرف يختار. انت مش حابب ايه؟ في ايه؟ مش حابب الزمالك. انت بتعيط ليه بقى؟ ما بحبش الزمالك. ما بتحبش الزمالك؟ امال بتحب ايه؟ بحب الاهلي. طب ما تعيطش يا حبيبي. هو عبد الله السعيد واخد ايه يا كابتن؟ يا عم ياخد ولا ما ياخدش، ما هو لازم يبطل بعد ماتش النهارده ده. انا لو منه اعتزل دولي وخلاص. يعني انت قصدك ان فرقه الزمالك فرقه معاشات على كده؟ ايوه طبعا. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. دلوقتي بتتكلم على عبد الله السعيد اسطوره. نعم عبد الله السعيد اسطوره. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. داخل اوباما يحطها، الكرة طالعة لفوق قوي، عدت السحاب، الكرة اختفت خالص. عالي عالي يا عبد الله. عبد الله طبعا نفسه النهارده يعمل حاجه. اعمل مهلك، مش موفق ولا ايه؟ ده بجد بقى. وعمال بقى انا الاسد وارفع راسك لفوق. النهارده عبد الله السعيد دوره ايه؟ الحسنه الوحيده اللي عملها الجون اتقطع منه الاولاني، دي الحسنه الوحيده. يا سلام، هو ده يا ريس ستاموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة. وخلي بالك انا من يوم ما شفته اول ماتش الاسماعيلي والله العظيم قلت عليه العوض. دي في الاوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. يا اما بقى هو خلاص كده شكرا ويبطل ويحترم تاريخه لان النهارده ملوش دور وسبب من اسباب خساره نادي الزمالك النهارده. بحبك يا ستاموني مهما الناس لموني. الكابتن رضا عبد العال واحد من الموهوبين المصريين في كرة القدم كلاعب، والفاشلين كمدرب، والمحرضين كناقد. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. رضا عبد العال زيه زي كل الزملكاويه، ما تعرفلوش مبدأ، كل يوم شغال على باقة مختلفة. النهارده احنا ما عندناش لعيبه علشان القيد، وشويه يحولوا ان الكوكب كله اهلاوي وبيضطهد الزمالك والزملكاويه. لا كده اوفسايد. ايوه
بما يرضي الله كده اوفسايد. لا دي صوره لا كابتن. بص، ده لو راجل هي كبير. الكرة دي انا عايزه يبقى قدام. لو هي الكرة دي يبقى عليه العوض، دي اوفسايد. مش محتاجه حاجه يعني. يا كابتن الاتحاد الدولي وحكامه قالوا الجون صحيح 1000%. كل الحكام اللي ظهروا على كل القنوات قالوا الجون صحيح. صح بس حاجه اهو. لا يا كابتن ده دي مش دي لا خطوة. لا يا كابتن دي خطوه. اها لا يا كابتن اسمع، دي خطوه يعني اكيد. لا في دي صورة خطوه احنا سبقت يا جايبينها. كابتن. لا استنى اهو اهو بما يرضي الله اهو. لا واضح انك فاهم. احنا هندخل من الباب ده. حلو. البوليس هيدخل من الباب ده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يا نصة. اهو مش ادي اخر كعب يا عبد الله، وادي الراجل اهو. شوف ده ايده فين اها، ايده اهي وكتفه اهو ودماغه اهي. هو انت شغال شاهد زور؟ لا هي هوايه يعني مش شغل. ما هي المصلحة تقول علشان الأهلي وطجنوها وعجنوها وبوظوها؟ بتكدب الفار. كابتن الفار الفار حرامي، ده كده الفار نصاب. انت متعلم بقى على كده؟ طبعا يا استاذ محمد ما شاء الله. معلم طبعا. انت يعني معاك ايه؟ انا مع ربنا الحمد لله، وبعد ربنا طبعا انا معايا خريج تاني اعدادي ترم اول. نعم. بيطبقوا القانون يا كابتن رضا عبد العال. كلام المقاهي وحتى المقاهي لم ترقى إلى هذا المستوى. كلام الشوارع وكلام الترند وكلام الذي يسعى إلى مغازلة مشاعر الجماهير الحزينة لأنها اتهزمت. انا معترض. على ايه؟ معرفش، انما ادام في مجلس بعترض. لازم احسن يقولوا عليا حمار. وكده بقى مش عايزين نتكلم بقى عليه العوض. والله عليه العوض. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. فحتى الحكم ده بيزور علشان إن البرازيل عشان الاهلي يغلب. يا خبر. ابو قرمط ينادي ابو امك. في ايه؟ هذا اسلوب سوقي لا يليق بنا، لا يليق بمصر ولا بنقاد مصر ولا بجمهور مصر ولا بمشاهدي مصر ولا بالسعوديه. الاصل يدور، الاصل يدور. احترم يا اخي، هم عشان ما عزموكش. يا لئيم انت يا لئيم، مش كده؟ رضا عبد العال عامل زي الموبايل النوكيا في زمن الايفون. كفايه كفايه بيه كفايه. عايز تبوظ الليله يعني. انا مش فاهم، لا اجد منطق واحد لرضا عبد العال انه يحاول ان يصنع فتنه. هو فاكر الفار كله زي محمود عاشور اللي ممكن يحط النقاط في المكان اللي هو بيحبه. لا اوعى تقول. والله ما انت اللي انا عارفه. اوعى. حكايه رضا عبد العال اللي اختفى 20 سنه بعد ما اعتزل وبعد ما كان صفقه القرن وبعد ما النادي الاهلي خده وهو نجم النجوم في نادي الزمالك، ولكن ما لقالوش مكان في الاهلي لان النادي الاهلي مش بيشغل الا المتعلمين. انت بتعايرني خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. وفجأة رجع تاني علشان يهجص وعلشان يهبد وعلشان يطلع الحرقان اللي جواه من النادي الاهلي. احلى كوزين بوظه لميع بالوسطى كتانيلا. وده بيفكرني بكتانيلا. كتانيلا اللي عايش في الماضي وخسران كل حاجه. خلاص خلاص يا عم كتانيلا خلاص، هجيب لك منوع شباشب تشربه. شباشب؟ مين انت سفلوت اللي بيسلب بلاطيش؟ بص هكمل كلامي وبعد كده عقب. اتفضل يا كابتن. امام عشان برضه توضيح امام لعب. ايوه بوضح لك اهو. 90 دقيقه مفيش باص صح، مفيش شوط على الجون صح، مفيش كروس صح، ما قطعش مره صح. هو لولا الراجل اللي عمل له الاسيست ده كان هيجيب جون؟ تمام. ما هو لولا امام كان قفشه مش هيجيب مع انه ما جاش. يعني انا بكرهك وبتكذب برضه. لو عدل ربنا موجود والناس اللي هي بتدي نجم المباراه عندها ضمير ومش اهلاويه لازم يدوها القفشه. سودة قوي من جوه. ولحد النهارده صفقه كهربا وصفقه امام عاشور مسببه عاهه مستديمه في عقل كل زملكاوي، وكأن الاهلي قطع عنهم الكهرباء والميه. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيله بانها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في ميه، يعني دخله كهرباء وميه. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.